مع أهل الخير، مع أهل المحبة، مع أهل الود، مع أهل المنفعة. في مولد السيدة زينب رضي الله عنها نتذكر قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما أنا الحاجة لوزي من بلد إيه؟ طيب حزب الصالح مركز طنطا. مركز طنطا بني الموت نسيت الأوقات. نعم يا مرحبا. يا مرحبا بك يا باشا. احنا حالا في مولد السيدة زينب رضي الله عنها. أي نعم. إيه انت هنا بقالك كام يوم؟ أنا هنا امبارح من امبارح. جاتوا ازاي من طنطا؟ جينا بعربية من كوباو. ده كل سنة العادة الطيبة كل دي؟ سنة بنيجي كده. واللهم صل على النبي. ونروح كل الموالد. ورح سيدي شيبل وسيدنا السيد وسيدنا الحسين وسيدي إبراهيم وسيدي علي. واللهم صل على سيدنا النبي. سيدي علي زين العابدين. زين العابدين. وبروح ست نفيسة العلوم. جميل. وهنا بقى في السيدة زينب بقى رئيسة الدواوين. ما شاء الله. بنقعد نأكل الناس. وبعدين الحسنة بإيه 10 من أمثاله. أطعام الطعام وحسناته. كبيرة عند ربنا. ومذكورة عند ربنا الحسنات والطعام. أمال إيه؟ ما احنا بنيجي ليه؟ جايبين أكل معانا وشرب ونأكل الناس المساكين والناس الحلال واللي عايز بياكل. فكرة الخدمة بدأت معاك من سن كام أو سنة كام؟ وصلي على النبي من 40 سنة. يا زمن. ومعاش الاستبارك على فكرة. أنا معاش الاستبارك معاش إلا بنت واحدة. وأبوها ميت وهي لسه في فوق الإعداد. وقعدت عليه الحمد لله. قولي لي بقى الست المصرية بقى زمان ولا حالا؟ الست المصرية حتى الست المصرية اللي زينا كده زمان يعني. أنا عندي 70 سنة. مش باين. لا والله عندي 70 سنة. قولي لي بقى الست المصرية زمان بقى وأيام بدري أيام الزمن الجميل. أيوه. ونشيل لا مؤاخذة كلنا ونسيب رجالتنا راقدة ونمسك الفاس ونفحت ونطرد تحت البهايم ونحلب اللبن ونروح نبيعه ونشيل على دماغنا من اول ما نشيل الاوقاف لحد سوق الجبل نلف طنطا كلها ولو حاجه على دماغنا. تصحى من بدري وتنام بدري. والفجر. ومنين ما ننام ان شاء الله ننام الساعه 1 ميعادنا الفجر لحد وقتنا هذا. فاكره بقى الاكل الفلاحي؟ ما احنا بنعمله لحد دلوقتي. انا خبز العيش دي اللي المولد دي اللي في الفرن الفلاحي. عندي فرن فلاحي وعندي كانون لا مؤاخذه وبصمت عليه البط لحد دلوقتي والفراخ وبعمل عليه محشي. مش زي ما انا ماشي. لكن هم دلوقتي البنات دلوقتي يعرفوا يعملوا المحشي على الكانون. ده حاجه بسكوته خالص. حاجه بسكوته. انا عندي الكانون لحد دلوقتي والفول. صرت امبارح يما شايفاه. قد ايه معايا بتخبز امبارح؟ ده بنخبز امبارح. كنا 5 بنخبز. خرزين يجي 6 اطباق عيش والله. من الساعة 7 لغاية أذان المغرب. واحنا بنخبز. عشان السيدة زينب. السيدة زينب. والله العظيم. اللي انا وارضاه. ما من احفاد النبي. مسرودة عاملينها وكل حاجة. بنتمسح فيهم. والله. تقول المسرودة؟ مسرودة. لسه موجودة؟ لسه جايبة مسرودة إن شاء الله. يوم الثلاث. عبارة عن ايه المسرودة؟ المسرودة بنبوخها بنعجنها رق كده ونقرصي ونخبزي ونفركها في الطيارة ونبخرها في المصفي كده ونقول لها الحليب والرطاطي وبعدين نسويه وبعدين نرجع نرددها بالسمنة ونقدمها بقى للحبايب اللي بيجوا للناس اللي هنا. هو في نوع من المكرونة شبهها؟ في نوع من المكرونة شبهها؟ لا المخروطة. في مخروطة. في المخروطة. في مخروطة بتبقى بنعملها دي كان بوخها. لكن المكرونه زي ايه؟ دي حاجه ثانيه. زي الرق اللي احنا بنعمله والعيش اللي احنا بنخبزه على المكنه ونخبز ونحطه في فرن البلد. انا كنت قاعده امبارح قدام فرن البلد مطلعه سكر الدقيق بحالها. والله العظيم مطلعه العيش. والله انا مطلعه السكر بحالها. والله كانوا 5 بيخبزوا عليا. تعرفي بقى تقولي لي انواع الفطير؟ الفطير بنخبزه وفي لاف. لاف اللي هو المشكل؟ ما هو الفطير هو المشكل. بس رابي بيحسن من اللف دي. نقرصه بقى لا في تكلكيعه ولا في حاجه. بتبقى ورق تجيب ورق كده. ونحط السمنه في ورق اللحوم وبحطه في فول البلد. اولع عليه كده الفطير ونشد كده الفطيره كده ونحطيه نعملها 20 رقاقه 25 رقاقه
وبعدين نعمل لها غطا ونغطيه ونبططها ونحطها في الصاج ونحطها في الفرن بقى. جميل. واخبز بقى وطلع على الطبق كده، فرش الطبق جراميل. انا عملت في الصبة عندي يا استاذ. عملت في الصبة فطير، عملت 22 فطيرة بتوع الصبة جايين تاني يقولوا عايزة فطير. من حلاوته. من حلاوة. والله. فرقت على الشارع كله. ماني عيال صغيرة. يعني في الصبة بنبقى الدس. الصبة قال لي جاي تاني قال لي اعملي لي فطير. قلت له يا بنت راحت ابو الحسن انت فطير منين؟ طب انت فاكره الفطير المردد؟ ايه؟ الفطير المردد فاكراه؟ انت بتتكلم على الكلاس اللي كان بالدورة. لا ده ما انا عارف فطير الذره. الفطير قريب من الشركه اسمه مرادد. خفيف عنه شويه كده. لا ما عملناهوش بقى. اكتبوا عملتوه بس مش عارفين. لا المراد كل بلد فيه اسم معين. الرأي اللي شاف الفطير بيمسكوا الريحه كده. ده بيبقى باللحمه المفرومه بقى. لحمه المفرومه. لا مش باللحمه الفرن. ده برضه طب والفطير الذره؟ باللحمه المفرومه. الفطير الذره بنعجنه بقشطه. ونعمله ونطبقه. نحط له جبنه. نحط له جبنه قديمه. جبنه بيضه. ونطبقه بقى بالقشطه. عايزه بتاع بقى جميل كده بفرق عند الناس الكبار. هو في فطير ذره من غير سكر ولا هو كله سكر؟ لا في فطير ذره بقى. فطير مشلتت فطير ذره صافي. لا مؤاخذه دي بالعجل بقشطه. بالعجل بقشطه ولبن رايب ويبقى ايه التقرص قد كده بس مبططه في الصاج، وساعه ما تغمسها في الفرن ما تبقاش عارف تاكلها من حلاوتها. والله العظيم والله العظيم حسن. طب انت فاكره القبوريه؟ عاملينها امبارح. عاملينه امبارح. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. انا عامله لهم امبارح اللي بيخبزوا معايا أيوة. طاوله بحالها. قبوري؟ والله. الطلعه واحده كده ومدور. واحنا صغيرين كانوا بيعملوها بالسكر. عاملينها بالسكر. سمعت ان بقى بتعمل بالملح. لا ما بنعملها بالجبن.